بتبدأ الحكاية بثلاث بنات أصحاب، وكان اسمهم كلاوديا وروسي وماكا. وكان معاهم دايما ولد اسمه بيدرو، والولد ده كان مرتبط بكلاوديا. ووقت ما كانوا واقفين عمالين يضحكوا ويهزروا، كلاوديا سابتهم عشان تروح وتشتري لحمة، وصاحبتها روسي هي كمان ما سابتهاش وراحت معاها. لكن للأسف بقى هدفهم من زيارة محل اللحمة إنهم يصوروا بنت شغالة جوه المحل اسمها سارة. وسارة دي كانت زميلتهم برضه في المدرسة. وأول لما خلصوا ومشيوا من المحل، روسي نشرت الصور اللي صورتها لسارة على النت، وكتبت عليها كلمات تنمر كتير. وحتى أصحابهم لما شافوا الصور فضلوا يتريقوا عليها ويكتبوا كومنتات سخيفة. وسارة بعدها لما شافت صورها على النت وشافت الكلام اللي مكتوب عليها زعلت واتضايقت جدا. وللأسف دي مش أول مرة، ودايما روسي وصحابها بيتريقوا على سارة عشان جسمها مليان. وسارة بسبب الموضوع ده كانت على طول وحيدة، وصحابها مسميينها بيجي. ومش بس كده، دي مامتها هي كمان كانت بتعاملها كأنها طفلة، وكانت على طول بتحرجها قدام الناس. وطبعا بسبب تعامل مامتها معاها، شخصية سارة كانت ضعيفة جدا وما كانتش بتعرف تاخد حقها. وفي يوم من الأيام سارة صحيت بدري وقررت إنها تروح البسين، عشان في الوقت ده محدش بيبقى هناك، وهي ما كانتش عايزة حد يشوفها عشان ما يتنمرش عليها. بس لأن حظ سارة كان وحش، لقت راجل غريب طالع من تحت المية. ومش بس كده، ده كمان التلات بنات اللي دايما بيتريقوا عليها كانوا ماشيين بالصدفة جنبها. وطبعا أول لما شافوا سارة عملوا اللي بيعملوه كل مرة، واتريقوا واتنمروا عليها كتير، وقالوا لها كلام صعب جدا مفيش بنت تتحمله. وما اكتفوش بكده، دول كمان حطوا شبكة الصيد على راسها وصوروها بتليفوناتهم. وفي الوقت ده سارة كانت هتتخنق من الشبكة، بس فضلت تعافر لحد ما فعلا عرفت تبعد عنهم. ولما سارة نزلت تحت المية عشان تهرب منهم، كانت في جنبها جثة بني آدم، بس سارة ما شافتهاش وكملت عوم. ولما أخيرا سارة وصلت للسلم وطلعت، للأسف التلات بنات رخموا عليها أكتر وأخدوا هدومها والموبايل بتاعها ومشيوا وسابوها. وسارة ساعتها اضطرت إنها تجري في الشارع، وللأسف كان منظرها وحش جدا. وقبل ما سارة توصل عند بيتها، شافت نفس الراجل الغريب اللي شافته الصبح في المية. ولما بصت على عربيته لقت جواها التلات بنات اللي دايما بيرخموا عليها. والبنات ساعتها كانوا عمالين يستنجدوا بسارة، وكان شكلهم مضروبين ومتبهدلين. بس طبعا بعد اللي عملوه في سارة قررت ما تساعدهمش وتسيب الراجل الغريب ده يعمل فيهم اللي هو عايزه. بس ساعتها الراجل الغريب ده وقف عربيته وادى لسارة فوطة عشان تغطي بيها نفسها. ووقتها سارة رفعت له ايديها وشكرته على مساعدته ليها. وبعدها لما سارة روحت البيت أكلت الكيكة اللي بتحبها، عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بتهدي أعصابها. وفي اليوم اللي بعده سارة راحت السوبر ماركت عشان تشتري لباباها طلبات. بس المفاجأة بقى إن الراجل الغريب كان برضه موجود هناك وعمال يراقب سارة من بعيد. ولما سارة خلصت وخرجت من السوبر ماركت، لقت مامتها مستنياها وأخدتها وراحوا عند البسين. وده لأن كان في بلاغ هناك إن في جثة تحت المية، وطبعا دي نفس الجثة اللي سارة ما أخدتش بالها منها. وكمان في حد بلغ عن التلات بنات اللي اختفوا. ولما سارة وصلت لمكان البسين، الضابط سألها وقال لها انت كنت موجودة هنا امتى بالظبط؟ فسارة سكتت وما ردتش عليه. فالضابط وقتها كرر السؤال تاني، ولما سارة ما ردتش مامتها بدأت تسألها نفس الأسئلة. ومن كتر الضغط عليها سارة اتعصبت وكدبت عليهم وقالت لهم إنها ما جاتش هنا أصلا، لأنها كل لما بتيجي الناس بتتنمر عليها. وبعد لما الشرطة خلصت تحقيق ومشيت، مامتها أخدتها للبيت وحطت قدامها طبق سلطة، وقالت لها إن أكلك بعد كده هيبقى عبارة عن سلطة، عشان لازم تخسي وما تخليش حد يتريق عليك تاني. ولما سارة خلصت أكل طلعت على أوضتها، بس المفاجأة بقى في حد رمالها الكيكة اللي بتحبها من الشباك. فسارة ساعتها خافت وقفلت الشباك بسرعة. وبعدها بشوية سارة افتكرت إن موبايلها مش معاها، ولو حد لقى الموبايل ده هيعرف إنها كانت في مكان الحادثة وهيبقى فيه خطورة كبيرة عليها.
وعلى طول ساعتها سارة قررت تتصرف وسرقت موبايل باباها وخرجت من البيت من غير ما حد ياخد باله، وراحت لوحدها لنفس الشارع اللي شافت فيه الراجل الغريب اللي خطف البنات، ورنت على موبايلها من موبايل باباها وفضلت تتتبع الصوت لحد ما في الآخر عرفت تلاقيه، ولقت كمان جنب الموبايل الشنطة بتاعتها. بس فجأة الراجل الغريب ظهر في ظهرها، وكالعادة ما تكلمش معاها خالص ولا حتى كان عايز يأذيها. وفي نفس الوقت ده أهل ال3 بنات وصلوا لنفس المكان، فالراجل ساعتها اضطر إنه يهرب، وسارة هي كمان استخبت، وبعدها اتسحبت واحدة واحدة لحد ما عرفت تهرب من المكان. بس برضه من بعدها الموضوع مهديش والمشاكل فضلت وراها، وصاحب البنات اللي اسمه بيدرو راح لسارة على البيت وقال لها أنا عارف إنك كدبتي على الشرطة، وده لأن البنات بعتولي الفيديو اللي صوروهولك في البسين. فسارة وقتها ما كانتش عارفة تتصرف إزاي، واعترفت لبيدرو وقالت له على كل حاجة، بس برضه ما جابتلوش سيرة الراجل الغريب ولا اللي عمله فيهم. وبعدها بشوية أهل ال3 بنات رجعوا، فبيدرو على طول راح واعترف لهم على كل حاجة، وقال لهم إن سارة آخر واحدة شافت البنات. وأهالي البنات لما عرفوا كده مسكوا في سارة وفضلوا يتخانقوا معاها، ومامة سارة لما شافت اللي بيحصل جت بسرعة ودفعت عن بنتها، وساعتها حصلت خناقة كبيرة بين مامة سارة وبين أمهات البنات التانية. وفي الآخر خالص راحوا كلهم على القسم، ولما الشرطة حققت معاهم سارة قالت لهم نفس الكلام اللي قالته لبيدرو، وحكت للشرطي كل حاجة البنات عملتها فيها، وكمان بدأت تعيط وهي بتتكلم، لأن الموضوع طبعا كان محرج جدا وما كانش سهل إنها تقول الكلام ده. وبعد لما خلصوا التحقيق معاها مشوها وأفرجوا عنها، لأن ما كانش فيه أي دليل عليها، وكل المعلومات اللي هي قالتها دي مش هتوصلهم أصلا لحاجة. وعلى الجانب الآخر الراجل الغريب وصل بيت سارة ودخل أوضتها، وباباها في الوقت ده حس إن في حركة غريبة في البيت، ولما راح لأوضة سارة الراجل ده ضربه ووقعه على الأرض. وبعدها بشوية سارة ومامتها رجعوا للبيت، بس مامتها برضو ما سابتهاش وفضلت تتخانق معاها، وسبب الخناقة إن سارة كدبت عليها وما قالتلهاش على حكاية البنات. فسارة ساعتها انهارت وقالت لمامتها إن عمرهم ما كانوا صحاب، ولا في يوم من الأيام حست بالوجع اللي بتمر بيه، وعمرها ما اهتمت بمشاكلها ولا بكلام الناس عليها. بس الغريب بقى إن مامتها بدل ما تهديها وتصالحها قررت إنها تضربها بالقلم، وعلى آخر لحظة الراجل الغريب ظهر ومسك إيد مامتها وضربها. وبعد لما عمل كده أخد سارة وركبها عربيته ومشيوا هما الاتنين من المكان. ووقت ما كانوا ماشيين في الطريق الراجل الغريب ادى لسارة الكيكة اللي بتحبها، عشان طبعا دي الحاجة الوحيدة اللي بتهدلها أعصابها. بس في نفس الوقت ده في جاموسة ظهرت قدام عربيتهم، وللأسف خبطوها وعملوا حادثة، بس لحسن حظهم الحادثة كانت خفيفة، وكل اللي حصل إن سارة اتخبطت وأغمى عليها. وفي اليوم اللي بعده سارة فاقت، بس لقت إنها في مكان غريب ومهجور، ولما قامت وبدأت تستكشف المكان لقت إن كلاوديا وروسي لسه عايشين، بس كان شكلهم متبهدل على الآخر لأن الراجل الغريب ده كان بيضرب ويعذب فيهم. وسارة أول لما شافت كده جريت عليهم، ومن طيبتها حاولت إنها تساعدهم وتفكهم، بس من كتر الخوف والتوتر اللي كانت فيه أعصابها كانت منهارة وما كانتش قادرة تعمل أي حاجة. وكمان في نفس الوقت ده الراجل الغريب دخل عليهم، وسارة أول لما شافته كانت مرعوبة جدا وطلعت تجري من قدامه وحاولت إنها تهرب من المكان. وأثناء ما سارة بتهرب منه دخلت أوضة تانية، وللأسف شافت في الأوضة دي جثة البنت اللي اسمها ماكا، وكان شكلها مرعب لأنها ما كانتش بس ميتة، دي كمان كانت متقطعة الحتت. وطبعا سارة أول لما شافت كده فضلت تصوت وقلبها كان خلاص هيقف. وفي اللحظة دي الراجل الغريب وصل لها وفضل يطمن فيها وقال لها ما تقلقيش أنا مش هعملك حاجة. فسارة طلبت منه إنهم يخرجوا من هنا، فالراجل طمنها وقال لها إنه فعلا هيعمل كده، بس شرطه الوحيد إنها تاخد السكينة وتنتقم من البنتين دول اللي طول عمرهم بيتنمروا عليها. وأول لما سارة مسكت السكينة كان شكلها متعصب،
وكان باين عليها إنها فعلا هتنتقم منهم. بس فجأة سارة لفت مرة واحدة وحاولت إنها تقتل الراجل ده، بس على آخر لحظة الراجل مسك إيديها وفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض. وأثناء ما هما بيتخانقوا الراجل ضرب طلقة من بندقيته بالغلط، والطلقة دي جت في إيد كلاوديا. بس وقتها بقى سارة مسكت السكينة وعرفت إنها تضربه بيها تاني، وما اكتفتش بكده، دي كمان عضته من رقبته. والراجل ساعتها فضل ينزف كتير لحد ما في النهاية أخيرا مات. بس المفاجأة بقى سارة أخدت السلاح بتاعه وضربت بنفسها على البنتين. ولما خلصت وخرجت من المكان بيدرو كان ماشي بالموتوسيكل بتاعه وشافها بالصدفة، ولما لقاها منهارة أخدها وراه على الموتوسيكل وقرر إنه يرجعها على المدينة من غير حتى ما يعرف منها اللي حصل. وبنتفاجئ بعدها إن سارة ما قتلتش البنتين، والطلق اللي هي ضربته عليهم ضربته على الحبل عشان تفك إيديهم. ولأن قلب سارة كان طيب قدرت إنها تسامحهم حتى بعد كل الأذى والتنمر اللي شافته بسببهم. وأكيد باللي عملته معاهم ده البنات عمرهم ما هيتنمروا عليها تاني وهيفضلوا فاكرين لها اللي هي عملته. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.